اصعب الم ممكن يحس بيه الانسان هو فكره نقص الاحتياجات النفسيه. يعني احنا عندنا جوه نفسيتنا في احتياجات نفسيه. طيب انا لما بيحصل عندي نقص في الاحتياجات دي بتظهر لي اعراض، منها الغرور، منها زي ما قلنا المره اللي فاتت الجدال. فانا نصيحه مني بقى، انا في كورس عاملاه اسمه كورس نعيم العلاقات. الكورس ده بيتكلم عن ان انت في العلاقات بتاعتك ممكن تبقي عندك مشكله مع جوزك مش عشان جوزك وحش، عشان انت عندك نقص احتياج جوه. لو انت سدتيه جوزك هيبقى حلو لوحده. انا دايما اسالها مين الفاعل، لو قالت ربنا يبقى نشتغل. يعني ايه بقى؟ لان كل حاجه في الكون ربنا بإرادته. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا المشكله، اي مشكله بقى، عشان تقولك ان في حاجه غلط. فانا ماليش دعوه بجوزي، انا اروح مع ربنا اشتغل وابدا اسد احتياجاتي واظبط احتياجاتي. ما تسدش غير بربنا على فكره. ففي الكورس هو ده كله سد الاحتياجات ده بربنا. حتى في كورس الكوتش اعداد كوتشنج الفتره اللي ده بيقدم لاول مره في العالم العربي دلوقتي حالا، ما شاء الله. تعالي شوفي الناس دلوقتي عاملين ازاي. والله العظيم انا بدمع من الجمال اللي شافوه، ان في ناس امراضها تشافت وحصل لها معجزات بسبب بس ده. لان انت ازاي تكوني كوتش نفسك